يلا نحضر خلطة متميزة للجسم بتاعنا. دلكة متميزة جدا هتعمل تفتيح، هتخلصنا من التصبغات، هتخلصنا من الاسمرار، هتوحد لون البشرة، هتعمل ترطيب ونعومة وتوريد للبشرة بتاعة الجسم، هتشد الجسم بتاعنا وتخلصنا من الترهلات والسيلولايت، هتخلي البشرة بتاعة الجسم مشدودة. كل ده بتقدر تعمله الدلكة المغربية، او زي ما بيقول عليها اخواننا في المغرب التبريمة المغربية. هقول لكم على الخطوات بتاعتها بالظبط زي ما تفضل علينا بعض الاصدقاء من المغرب وقالوا لنا على التركيبه بتاعتها بالظبط. هنجيب معلقه كبيره من الحنه مع 3 معالق من نبات العرعر مع 3 معالق من الفول المطحون مع 3 معالق من الحمص المطحون مع 3 معالق من الرز المطحون مع 3 معالق من بودره العرق سوس مع 3 معالق من الشيح مع 3 معالق من الريحان مع 3 معالق من الخزامي و3 معالق من الورد 3 معالق من البابونج مع 3 معالق من اكليل الجبل مع نص معلقه من النيله المغربيه مع معلقه صغيره من العكر الفاسي او دم الغزال، اخيرا معلقه صغيره من القرنفل المطحون. المكونات دي كلها هنخلطها مع بعض كويس جدا وهنحتفظ بيها في برطمان. قبل كل شاور هناخد 4 معالق من الخلطه بتاعتنا ونحط عليه معلقتين من ماء الورد مع 3 معالق من الصابون المغربي ونمزجهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده نبل الجسم بتاعنا تحت الشاور، وبعد كده نطبق الدلكه دي او الخلطه دي على الجسم بتاعنا، نعمل بيها مساج لجميع اجزاء الجسم بتاعنا عشان نستفاد بيها، عشان تفتح الجسم وترطبه وتنعمه. وبعد كده نقف تحت الشاور ونزيل الخلطه ديت بالميه، وبعد كده نمشي على الجسم بالليفه المغربيه مره تانية نعمل بيها مساج على كامل الجسم. وبعد كده نجفف الجسم بتاعنا كويس جدا، ولازم نعمل ترطيب. يفضل نعمل ترطيب بزيوت زي زيت اللوز الحلو، او ممكن نستعمل مرطبات او كريمات طبيه. الدلكه دي زي ما اتفقنا متميزه جدا لانها بتخلصنا من كل التصبغات، بتفتح البشره بتاعتنا وبتعمل توحيد للون، بتخلصنا من السلولايت، بتخلصنا من جلد الوزه، بتخلصنا من بعض الترهلات وبتشد البشره بتاعتنا، وكمان بتخلصنا من الجفاف الشديد وبتعمل نعومه وترطيب عميق للبشره بتاعتنا. دكتور عوض.